مساء الخير. وصفة النهاردة لعشاق الشوكولاتة والكيك. هنعمل كيك بوم بوم سنيكرز، متأكدة هتقوموا تجربوها حالا وهتأدمنوها. مش قادرة اوصف لكم قد ايه طعمها جميل ويجنن. مش هتكتفوا بقطعة واحدة بس في الاكل، لا انتوا محتاجين واحدة ورا التانية ورا التالتة، زي الجاتوه الفاخر كده اللي بتاكلوه، عبارة عن كريمة ومحشية كمان فول سوداني مع كراميل. يعني انتوا تخيلوا طعمها عامل ازاي، ويا سلام بقى لو قدمتوها للضيوف في اي مناسبة عندكم. قبل ما ابدأ في الفيديو حطوا لايك لو حبيتوا الفيديو علشان تدعموني ويترفع الفيديو. هنبدأ اول حاجة بكيكة الشوكولاتة. مكوناتها بسيطة جدا وهتلاقوني كاتبة المكونات بالكوب والجرام كالعادة في صندوق الوصف. الخطوة الاولى هنجمع المكونات الجافة مع بعض. هنحتاج كوبايتين الا ربع من الدقيق، وربع كوباية من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة ونص من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح، ونص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا او الكربوناتو. مهمة جدا في كيكة الشوكولاتة لانها بتخليها هشة وجميلة. تمام كده المكونات الجافة كده خلصت. هنحتاج بقى المكونات السائلة، عبارة عن 4 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، ويفضل تجيبوا البيض يكون كبير علشان الكمية تكون اكتر يعني. بعد كده هنستخدم المضرب الكهربائي. انا استخدمته علشان الكيكة تطلع معايا هشة وجميلة زي الاسفنجة بالظبط، فعشان كده هطلع قوام البيض زي ما انتم شايفين قوامه ويكون ابيض وهتلاقوه تقيل شوية. بعد كده زودت كوباية الا معلقتين كبار من السكر، والسكر هنضيفه تدريجيا علشان يتقلب كويس ويكون دايب تماما. طيب احنا ممكن نستخدم او ممكن نعمل الكيكة دي في الخلاط. ممكن نحط كل المكونات السائلة اللي انا بعملها دي في الخلاط، بس نضربها كويس جدا علشان تطلع الكيكة حلوة. بس يفضل طبعا تعملوها بالمضرب عشان تطلع زي الاسفنجة، يعني زي الجاتو العادي الاسبونج اللي احنا بنعمله. هنزود عليهم نص كوباية من الزيت النباتي. استخدموا زيت جودته حلوة علشان ما يعملش ريحة في الكيك، ونص كوباية من الحليب. واخر حاجة هنضيف فانيليا سائلة. ممكن تستخدموا الفانيليا البودرة، بس الفانيليا يعني حتى ممكن تستغنوا عنها لان نكهة الشوكولاتة هتكون قوية فيها. بس كده المكونات السائلة خلصتها. هنزود المكونات الجافة اللي عملناها في اول الفيديو وهنقلبهم تقليبة بسيطة كده، بس في الاول هنقلبهم من غير ما نشغل المضرب عشان المكونات الجافة هتلاقوها بقت في وشكم زي ما حصل معايا كده. هنقلب بس بالراحة بمجرد بس المكونات الجافة تتقلب مع بعض. عاوزة اقول لكم كمان ان خليط الكيك او الكيك اللي انا بعمله النهاردة تقدروا تعملوه كاب كيك او تعملوه الكيك بوبس، تعتمدوه يعني اكتبوها عندكم كده تعملوها لأي حاجة فيها كيكة شوكولاتة او اي افكار تانية. ان شاء الله هعمل لكم افكار بكيكة الشوكولاتة كتير. بس لو ملاحظين ان انا قلبت المكونات وبعد كده شغلت المضرب تاني علشان الدقيق كان مترصب تحت كده وما تقلبش، هو ده القوام الصح ليه. هنحتاج صاج يكون 30 في 40. في الوصفة دي هقول لكم اللي لازم تستخدموا الحجم ده او حجم اقل منه شوية، 2 سنتي ولا حاجة، علشان احنا هنقطع شرايح من الكيك. فمش هنحتاج صينية مدورة. حطيت فيها ورقة من الزبدة وبعد كده حطيت فيها الخليط، ولو ملاحظين قوامه عامل ازاي مش سائل قوي، هو ده القوام المظبوط. وهنحاول بقى ان احنا نفرد الخليط في كل الصينية. في الوقت اللي احنا بنقلب المكونات الجافة نكون مشغلين الفرن على اعلى حرارة علشان الفرن يسخن كويس، يعني لمدة 10 دقايق كده. بعد كده بنهدي ل 180. هتاخد معاكم 20 او 25 دقيقة بالظبط. لو الفرن بتاعكم من غير حرارة هتبقى الحرارة وسط، يعني مش عالية ولا هادية قوي. بعد كده بقى هنحضر الكريمة على ما الكيك يستوي. هنحتاج كوباية من الكريم شانتيه الخام، كوباية ونص من المية، نص كوباية من السكر، وهنخفق المكونات لازم بالمضرب علشان تكون متماسكة. عاوزة اقول لكم لو حابين تعملوها بالشوكولاتة ممكن تحطوا معلقتين من النوتيلا اللي هي البديل طبعا مش الاصلية. ممكن تحطوا مكسرات، يعني ممكن تنكهوا الكريمة على حسب المكونات اللي متوفرة عندكم. خفقتهم لمدة 5 دقايق او 8 دقايق لحد ما بقت زي كده. طلعت الكيك من الفرن، سبته يبرد شوية، بعد كده طلعته. واهم حاجة تغطوه بعد ما يبرد علشان يفضل طري. بعد ما الكيكة بردت هنبدأ نشيل الجزء اللي فوق ده. احنا مش هنرميه، لا احنا هنستخدمه ونفروله علشان هنزين بيه الكيك في الاخر، هتشوفوا دلوقتي. بس عاوزة اقول لكم نصيحة للفرن. الفرن ما تهدوش الحرارة عشان الكيك ما ينشفش، وما تعلوش عشان ما ينحرقش. هي حرارة وسط لمدة 20 دقيقة. انا حبيت اكد بس علشان خاطر عارفة ان في كتير ممكن بيغلط في الخطوة دي. بعد ما سويتها زي ما انتم شايفين هنبدأ نجيب الكاسة او الكوباية اي حاجة مدورة ان احنا نقطع القطع الكيك زي ما انتم شايفين. انا استخدمت ده او ده، وكمان هستخدم معاكم القطاعات اللي احنا بنعمل بيها البسكوت. تقدروا تعملوا باي حاجة متوفرة عندكم في البيت. وبواقي الكيك اللي احنا هنطلعها دلوقتي هنستخدمها. ما شاء الله انا قطعت بالحجم ده 20 قطعة، يعني احنا هنعمل 20 قطعة من الكيك. تخيلوا كده لو عملتوه بقى في رمضان او في اي مناسبة، يعني
انا اعتبره حاجة اساسية في اي مناسبة عندنا او حاجة نحل بيها كده. بواقي الكيك دي هنحتاجها وهنفرولها زي ما قلت لكم، والكيكة هشة بطريقة مش معقولة، شوفوا عاملة ازاي. اكتر فقرة بقى هتحبوها هي فقرة التزيين وازاي تعملوها. هنجيب الكريمة ونحطها في كيس حلواني او اي كيس مثلا تلاجة، المهم تعملوا الشكل الدائري ده علشان تطلع الكريمة متناسقة. وفي النص كده هنحط صوص الكراميل. بالمناسبة الصوص ده انا اللي عاملاه في البيت، ممكن تستخدموه جاهز، وشوية من فول السوداني. ولو حابين تعرفوا ازاي عملته فانا حطيت كوباية من السكر، او علشان تعملوا كمية اقل خليها نص كوباية من السكر، وبعدين حطيتها على النار لحد ما اتحرقت او اتكرملت. بعد كده زودت عليها كوباية الا ربع كده من المية مع معلقة من النشا، دوبتهم مع بعض ونزلتها تدريجيا واحدة واحدة ونفضل نقلب فيها لحد ما تلاقوا الصوص تقل شوية، ونحط رشة بسيطة جدا من الملح علشان يوازن الطعم. لو متوفر عندكم قطع من الشوكولاتة البيضاء حطوها علشان تعزز الطعم، ممكن تستبدلوا المية. او البديل الاغلى بقى لو متوفر عندكم كوباية الا ربع من كريمة الخفق او كريمة الحلواني، من غير بقى ما نستخدم نشا ولا اي حاجة، او حليب. كل قطع الكيك هنكررها بنفس الطريقة، ان احنا نعمل اطار من الكريمة ونحط فيه حشوة الكراميل والفول السوداني، ونعمل بقى الكريمة من فوق نسويها على شكل قبة كده او قبة. المهم بعد ما خلصت الكمية كلها بعد كده ندخلهم الفريزر لمدة ربع ساعة او التلاجة نص ساعة، بمجرد ان الكريمة تتماسك، عشان واحنا بنحط الكيك اللي انا قلتلكم عليه فركته كده بايديا لحد ما بقى زي كده. هو ده بقى اللي هيخلي الشكل النهائي زي ما انتوا شفتوا في الاول كده، هيبين ملامح الكيك حرفيا. بس عاوزاكم تاخدوا بالكم وانتوا بتحطوا الكيك او فتافيت الكيك دي، ايديكم ما تجيش على الكريمة علشان ما تجيش على الكيك وتبهدلوا الدنيا، فهمتوا؟ يعني بالراحة كده من فوق، تشيلوا شوية حلوين من الكيكة او من فتافيت الكيك وتقوموا حاطينها على الكريمة، هتلاقوها لزقت على طول. اخر 3 قطع معايا الكيك خلاص خلص، فحطيت شوية كده من بشر الشوكولاتة. كنت بفكر ان انا احط عليها بسكوت، بس كان متوفر عندي الشوكولاتة فقلت لا هستخدمها. بالنسبة بقى للتزيين اللي فوق هستخدم صوص شوكولاتة. استخدمت قطعة من الشوكولاتة يعني 100 جرام، يعني حاجة بسيطة كده، وحطيت عليها معلقتين 3 من الحليب. بفضل اقلب فيها لحد ما اوصل للقوام الصح، وانا سيحت الشوكولاتة بعد كده حطيت عليها الحليب. ممكن تحطوا شوية من الفستق او اي مكسرات علشان تكسر اللون. بصوا يا جماعة، الشيء اللي يريحكم زينه زي ما انتوا حابين. انا حبيتها بالطريقه دي، فكانت كلها شوكولاته في شوكولاته. شوفوا عامله ازاي من جوه، حرفيا انا متاكده هتندموا لو ما جربتوهاش. يعني يعلم ربي قد ايه القطع الجميله دي خلصت في يومها من كتر ما الكيك جميل. مش بتكتفوا بقطعه واحده، كفايه بس طعم الكراميل مع الفول السوداني كانكم بتاكلوا سنيكرز بالظبط. جربوها وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنت، تبعتوا لي الصور لو جربتوها على الانستجرام. اشوفكم على خير، باي باي.